في لقطة بتفكرنا بالنجم رمضان صبحي والكابتن عبد الله السعيد، اتنين كمان من لعيبة نادي الزمالك اللي هم من ابناء نادي الزمالك، بيسيبوا النادي وبيرفضوا تجديد عقودهم وبيروحوا لنادي بيراميدز. بعد اللي حصل دوت قامت جماهير كبيرة جدا في الاستاد بالهجوم على اللعيبة وكمان على اباء اللاعبين دول اللي هم ابائهم المفروض هم كمان من ابناء نادي الزمالك. لدرجة ان الكابتن اسامة نبيه لغى ميزة التعليقات عنده على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. الكابتن فاروق جعفر قال ان اللاعب سيف يعتبر في وصاية والدته وان هو ما يقدر ينصحه باي توجه او امضاء لاي نادي.